مصر دخلت في القائمة بتاعت الدول اللي توقفت إصدار الفيز ليها. إيه اللي بيحصل؟ في قائمة نزلتها وزارة الخارجية النهاردة من 75 دولة. القائمة ديت فيها دول عربية، مصر أحد الدول ديت، كمان العراق واليمن. في دول تانية زي إيران وزي روسيا موجودة فيها. القائمة ديت عايزة إيه؟ القائمة ديت وقفت إصدار الفيز للناس من الدول ديت من يوم 21 يناير لأجل غير مسمى. ليه؟ عشان يعملوا معايير جديدة. معايير ديت عشان الدولة تتأكد ان محدش هيجي ياخد معونات من الناس اللي هتاخد الفيز ديت. فالمعايير هتبقى ايه؟ لسه مش عارفين التفاصيل، ولكن هيشوفوا وزن الناس اللي هتيجي، هيشوفوا تفاصيل صحية خاصة بيهم، وهيبقى فيه تفاصيل كتيرة المفروض وزارة الخارجية هتحطها عشان السفارات الأمريكية في الدول المختلفة تلتزم بيها. اللي هيحصل في الموضوع ايه؟ خلينا نتابع. ولكن الفيز وقفت في مصر. فيز الهجرة غالبا هتكون شاملها الموضوع دوت كمان. التفاصيل هتبان اكتر بعد كده، وربنا يسهل والموضوع دوت يتحل بسرعة. خلينا نتابع ونشوف الدنيا توصل لغاية فين. تحياتي للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي. مع السلامة.